حاجه اتعلمتها انك مش هتقدر تمنع، فما دام مش هتقدر تمنع في ايدك تساعد. اللي ما بيساعدش فاكر نفسه انه بيمنع، لكن حاجه ربنا كاتبها، فلا اما تبقى انت سبب من الاسباب اللي ربنا كاتبها، لا اما هتبقى بتضايق منك الناس لانك ما حاولتش تساعدهم. في ظل مجهود حضرتك وكفاحك للنهوض بالمسرح، هل نقدر نقول إن أشرف عبد الباقي أصبح دون كيشوت المسرح المصري؟ هو انا بحب المسميات دي خالص. يعني ما مسألة بسيطة، انا راجل بشتغل عملت فكرة جديدة وجبت شباب جداد، والحمد لله وقت ما نجحت عملت رد فعل كويس، ودي شغلتي. باخد قصادها مقابل، فمش عايزين نروح للمضحي ما فيش كلام من ده خالص. يعني المسألة أبسط من كده بكتير. بس في ظل الحرب الدائمة على مصر في جميع الجبهات نالت من الفن الكثير، ومع ذلك حضرتك لازلت بتكافح وبتماضل في سبيل النهوض بالفن. أنا بشتغل، يعني ما خدتهاش ابدا كفاح، وانا نازل النهارده يا اولاد رايح اكافح. انا نازل اناضي لعيال، لا مفيش كلام من ده. انا رايح الشغل. رايح فين يا بابا؟ رايح الشغل. جاب منين يا بابا؟ جاب الشغل. ده انت سميته ازاي بقى؟ ده حاجه ترجع لك انت. بس هي دي الحقيقة فعلا. الحمد لله. طب بالنسبة لمسرح مصر، في تالت جيل طالع دلوقتي، هل تتمنى من تكرار التجربة في أكثر من مكان، ولا يبقى من خلال مسرح مصر فقط؟ لا طبعا اتمنى انها تبقى موجوده في 20 مسرح. 20 مسرح يعني كل مسرح فيه 100 واحد شغال، يعني 100 بيت مفتوحين. 100 بيت مفتوحين، ده هو ده الهدف الاساسي اللي الواحد بيدور عليه. تمام. بالنسبة للمهرجان، حضرتك شايف هل هيكون له صدى كبير كنجاح، وهيكون له مردود قوي على الحركة المسرحية في مصر؟ اتمنى. ما اقدرش اشوف لكن اتمنى. انا لا املك التوقع ولكني املك التمني فقط. ومن خلال اللي انا بتمناه ان المهرجان ده واكتر من مهرجان تاني ينجحوا، ويشجعوا الاخرين ان هم يعملوا مهرجانات اخرى ويستضيفوا من كل دول العالم زي ما بيحصل هنا في المهرجان. ده بيثبت ان البلد امان، بيثبت ان شرم الشيخ دي وهي من اجمل البلاد في العالم. ان يا جماعه احنا بلدنا امان، تعالوا ما تخافوش. ألم تطرأ ببالك فكرة إن حضرتك تبقى قائم على مهرجان A to Z؟ كوقت حتى ما ينفعش. حضرتك مشغول طول الوقت. احنا عرفنا إن حضرتك جاي من السفر للتكريم ومسافر الصبح. ايه الحافز اللي خلى حضرتك يعني تبقى حريص على الحضور؟ ان ده ممكن يفيد بشكل ما. بشكل كبير يا رب. ان شاء الله. طب في المستقبل ايه خطتك الفنية، او الخطوات المستقبلية للفن عامة؟ يعني في مشاريع ما احبش اتكلم عنها الا لما تتم. يعني زي المشروع بتاع مسرح مصر ده انا ما اتكلمش الا لما تم وظهر للناس، لكن في ناس بيتكلموا بس ما احبش اكون واحد منهم. فعلا قبل الكلام. بشكرك جدا يا استاذ، ربنا يخليك.